السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي من رحيق الإيمان الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناة أبو ظبي من دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا البرنامج يأتيكم من الساعة 5:30 حتى 6:30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. أهلا وسهلا بكم. يذكر أهل التاريخ أن أولاف الخامس كان ملكا للنرويج. أولاف الخامس كان ملكا للنرويج، كان دائما يركب المواصلات العامة. شو رأيك؟ يركب مواصلات عامة. يوم من الأيام اعترض حراس أولاف، اجتمعوا فاعترضوا اعتبروه متهورا، واعتبروه أنه لا يبالي، لأن أعلى هرم في الدولة ما هو؟ من هو؟ الملك. فاعتبروا أن هذا إساءة للدولة لو حصل شيء، لأنه مستهدف. فاجتمعوا الحرس، فاجتمع معه كبير الحرس مع أولاف الخامس، قال له: يا سيدي، لا يصلح منك أن تركب مواصلات العامة، أين حراسك؟ فقال له: عندي حراس. قال: أين هم؟ قال: عندي 4 ملايين حارس شخصي حولي. تعلم من يقصد؟ الشعب النرويجي. أن كانوا يحبوه لأنه نقل النرويج من الفقر إلى الغنى، وكان يحكم بهم بالعدل بعيدا عن أولاف، حتى لا يأتي رجل يقول أنت تأخذ من الغرب ولا تأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنأتي لمن هو خير من أولاف ولا يقارن به، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان يمشي في الطرقات عليه الصلاة والسلام، ورب الخلفاء من بعده على العدل. مثال هذا لما جاء رسول كسرى إلى المدينة المنورة يحمل رسالة إلى عمر بن الخطاب. وصل المدينة، سأل عن قصر عمر. قالوا له الصبيان: ما يملك قصرا، ذاك بيته ها هناك. فنظر رسول كسرى وإذ بيته لم يصدق، بل رأى أن من بيوت الرعية من هو أفضل من بيت عمر. على أي حال ذهب للبيت، لم يجده في البيت، فأصبح يبحث عنه ويسأل عنه. فسار رسول كسرى بحثا عن عمر، وإذ برجل عجوز قال له: تبحث عن من؟ قال: عمر. قال: هذا هو نائم، انظر، نائم. كان الغبار يعلو على محيا عمر، ولحيته كانت تلامس الأرض. نظر رسول كسرى إلى هذا النائم الذي فتح البلدان وغير شكل المنطقة بأكملها. لم يجد معه من يحمل سيفا أو غيره، ولا حاشية ولا حرس. رآه ينام ملء عينيه، لا يخشى أحدا إلا الله. عندما أفاق وجلس معه قال كلمته المشهورة رسول كسرى، قال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. هذا عمر. في المقابل نأتي لحفيد عمر بن الخطاب، وهو عمر بن عبد العزيز. كان فيه جينات عمر. قال له أحد ولاته، أحد الولاة، أحيانا البطانة السيئة، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الناس تمردت وساءت أخلاقها. إن الناس قد تمردت وساءت أخلاقها، ولا يقومها إلا السيف والصوت. قال عمر بن عبد العزيز بعدما قام عن مجلسه وتغيرت معالم وجهه، قال: كذبت،
قال له: كذبت، بل يقومهم العدل. يقومهم العدل. دخل أحد الولاة على عمر بن عبد العزيز، أحد الولاة. كان عمر بن عبد العزيز قد وضعه واليا على بلاد الشام، على مدينة في بلاد الشام. فجاء هذا الوالي من بلاد الشام إلى عمر بن عبد العزيز، طلب مالا كثيرا من بيت مال المسلمين. استدعاه عمر بن عبد العزيز، تعجب: لماذا هذا المال؟ سأله عمر بن عبد العزيز: بلغني أنك طلبت مالا عظيما من بيت مال المسلمين في المدينة، ماذا تريد؟ قال: يا أمير المؤمنين، أريد أن أبني سور حول مدينتي، سور حول مدينتي. فقال له عمر بن عبد العزيز: وماذا تنفع الأسوار؟ ليه وش تنفع؟ فقال: أحصنها من الأعداء. فقال عمر: حصنها بالعدل، ونق طرق المدينة من الظلم، هنا تحصن الناس. لهذا أنت لابد أن تختار طريق، إما محبة الناس وإما كراهية الناس. أنا لا أتكلم أن تكون مداهنا منافقا أبدا، ولا أتكلم أن ترضي الناس على حساب رب الناس، لا، ولا أتكلم أن تبع مبادئك ليرضى عنك الناس، ولكن كل الناس قاطبة تجمع على حبها للعدل. العدل، العدل يا سادة. قالوا في من قال من قبلنا، قال: إن الله يقيم دولة الكفر إن كانت عادلة، ويسقط دولة الإسلام إن كانت ظالمة. الظالم نفسه يصمت عند العدل، الظالم نفسه يصمت عند العدل، لأن العدل جبلت عليها النفوس، العدل جبلت عليها النفوس. لهذا أكثر من عانى في هذا المسألة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز لما ولي كان من حاشيته من أخذ أموال المسلمين، من بني عمومته. فماذا فعل؟ أخذ كل أموالهم، فانقلبوا ضده، أخذ كل وردها إلى بيت مال المسلمين. الأعجب من هذا أنه حتى زوجته فاطمة كانت أحيانا تلومه في بعض الأمور. أذكر لكم قصة. كان عمر بن عبد العزيز يقيم التمور رطب ليوزعها على الناس، فجاء ابنه أعجبته تمرة، فأخذ التمرة ووضعها في فمه فمضغها، فأدخل عمر بن عبد العزيز إصبعه في فم ابنه وسحب التمرة، سحب التمرة. والله لو انطبقت السماء على الأرض ما فعلها أحد منا اليوم. يقول: سآتي بتمرة أخرى، صح ولا لا؟ وضع إصبعه في فم ابنه وسحب التمرة. ذهب الابن يبكي لأمه فاطمة بنت الملوك آنذاك. جاءت أمه بخطى مسرعة إلى زوجها عمر بن عبد العزيز، قال له: ماذا فعلت؟ كيف هانت لك نفسك أن تخرج التمرة من فم ابنك؟ كيف؟ قال: اسمعي، والله كأني أخرج قلبي، كأني أخرج قلبي، لكن خشيت أن يسألني الله عنها. شوف هذه التربية. فاطمة بعد هذا ما سمعت، ما ظنكم بها؟ ابنه بعدما سمع هذا ما ظنكم به؟ لهذا النفوس تجبل وجبلت على العدل وضد الظلم. لهذا الله عز وجل لما أقام السماوات والأرض أقامها على العدل سبحانه. الليل والنهار على العدل، البحار والأنهار على العدل، جسدك أقامه الله على العدل، لم يجعلك بقدم واحدة، بقدمين لتقم معتدلا، ولا بيد واحدة بيدين لتتكئ معتدلا، ولا بعين واحدة بعينين لترى معتدلا. الله عز وجل أقام كل شيء على العدل، ببردها وشتائها، بربيعها وخريفها. الخريف جعل مقابله الربيع، هنا تسقط الأوراق، هنا تنمو الأوراق.
الصيف الحر جعل مقابله الشتاء، أقام كل شيء العدل. الشمس جعل بمقابلها القمر العدل، الليل جعل بمقابله النهار العدل، السماء جعل مقابلها الأرض العدل، الجبال جعل بمقابلها الأودية العدل، الضد والضد جعله بمقابل العدل سبحانه. في يوم القيامة الجنة والنار عدل جل وعز. فالله قام كل شيء على العدل، وأنت خلقك بالعدل. فيحب الله عز وجل من خلقه أن يجروا في مجرى العدل. لهذا الله لما قال إني حرمت الظلم على نفسي، أنا خلقتكم وأوجدتكم وحرمت الظلم، ولو أنا ظلمتكم من هذا الذي ستحتكمون إليه؟ تصور إني حرمت الظلم على نفسي رب العباد، لو ظلمنا الله تعالى الله عن هذا، نحن لمن نحتكم؟ لا لأحد. وما هذا قوي وحرم الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أنا ربكم، خلقتكم، أوجدتكم، رزقتكم، وحرمت الظلم. أنتم تظالموا ليه؟ ليه؟ لهذا من سنن الكون أن الله عز وجل شانه يجعل للظالم أياما معدودة، على ارتفع طال يومه قصر يومه أيامك معدودة. لو جلست في برج مشيد وعلوت السماء هربا من عدل الله، إنما أنت تهرب لعدل الله، إنما أنت تهرب لعدل الله. فالله عز وجل شانه منذ أن خلق آدم وقصص الظالمين تتوارد إلينا، وقصص المظلومين تتوارد إلينا. الله عز وجل شانه يعاقب الظالم بالمثل. هولاكو لما دخل على العراق قبض على الخليفة البغدادي أنذاك، قال فأتى له بدراهم ذهب. قام هولاكو بتجويع الخليفة 3 أيام بلا طعام، بلا طعام. ثم دخل هولاكو بذهب فوضعه بطبق وقال للخليفة كل. فنظر إليه وقال أنت تعلم أن الذهب لا يؤكل. قال فلماذا حبسته إن كان لا يؤكل؟ لماذا لم تنفقه على الناس إذا كان لم يؤكل؟ كل ذهبا لو كان لا يؤكل فلماذا تحبسه؟ فقال والله هذا قدر الله. فقال هولاك رغم ما فعل، قال والذي يجري بك قدر الله، والذي يجري بك هو قدر الله. فسنن الله منذ أن خلق آدم لم تتغير ولم تتبدل، ودخلت في التاريخ. دخلت أين؟ في التاريخ. لهذا تجد لما نقرأ نعجب عجابا. حجاج ما ترك أحدا، كان طاغية. ومع هذا لما أتي بالسعيد بن جبير قال سعيد بن جبير اللهم يا رب لا تسلطه على أحد من بعدي، يا رب ما تسلطه عليه. فقتله. كان يراه في المنام. كان الحجاج يموت في اليوم 1000 مرة. وصل الأمر بالحجاج أن يقول لا أفيقوني، ما أريد أن أنام. يقول لا ما تخلوني أنام. كان يهرب من النوم، كان يخشى النوم أكثر من الواقع، لأنه لما ينام يذهب للملأ الأعلى روحه فيجد العدل. تصور كان يخاف من النوم. نعم، عرش عتيد وملك وليد وجنود وحاشية وذهب، وكان يخشى من النوم. ما تعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو. نوم أزعجه الله بالأحلام. كان يرى سعيد بن جبير يمسكه ويقول ما لك ولسعيد بعدما قتله. كان يرى في مجلسه أن الدماء ما زالت موجودة، يقول لحاشيته ألم أمركم أن تزيلوا الدماء؟ فينظر الحاشية لا دماء، ما يوجد دماء يا أمير المؤمنين. فينظر ثم يصمت.
كان يرى بمرآته سعيد بن جبير. تصور، رغم أنه أراد بقتله أن ينتهي من سعيد، فلحقه سعيد. هذا قدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله عز وجل شانه. الذي يعلو في ماله يهلكه في ماله، قارون. الذي يعلو بجنده يهلكه الله بجنده. لهذا عيشوا مع الناس بالحب، تكونوا أنتم بين أهداب الناس، أهداب الناس. لهذا الذي يتسلط على الوطن العربي والأمة العربية بإعلامهم وأقلامهم ليفككوا الوطن العربي وتسفك الدماء في الوطن العربي، ويسلطون إعلامهم 24 ساعة على أمة ضعيفة تعاني من ربما الفقر والجوع والاقتصاد وكل شيء، ويريدون منها أن تنهش بعضها بعضا وتسفك الدماء. لا غرابة أن تراه يرتجف، لا غرابة أن تراه يرتجف، لا غرابة أن تراه قد أهلكت عيناه من فراقه للنوم، لا غرابة أن تراه متوتر، فقد وتر أمة، فقد فجع أمهات، لقد فجع أوطان بأبنائهم، سفكت الدماء في الطرقات، زرع الخوف في الوطن العربي، زرع الخوف في الوطن العربي عن بكرة أبيه. أصبح أحدهم لا يجرؤ أن يمشي ليلا، يخشى من الميليشيات المسلحة. أصبح أحدهم يخشى أن يذهب للمسجد، يخشى من التفجير والتنكيل. أصبح أحدهم لا يقوى على أن يحمل ماله ويمشي في الطرقات، لا يمن على عرضه، ليخشى من السيارات المفخخة بسبب أناس أنفقوا أموالهم في سبيل زعزعة الوطن العربي. فلا غرابة أن تراه يرتجف. سنة الله عز وجل شأنه. أرعبت الناس سترعب، أزلت النوم من عيون الناس سيزال النوم من عينك، جعلت أمن الوطن العربي سرابا بقيعة، سيصبح أمنك مفقود، مفقود. ولو سعيت له صباحا ومساء ستهلك، فيزرع الله الخوف في قلبك. وإن جلست أمام من جلست ستبقى ترتعش خوفا. علمتم يا سادة؟ أسأل الله أن تكون رسالة وصل.